الملكة الوحيدة بين الرجال وأول ملكة تقود جيشا في التاريخ وتنتصر مع أنها ليست من سلالة ملكية. شاهد معنا للنهاية من هذه الملكة الاستثنائية. في بلاد الرافدين العراق وفي الحضارة السومرية تحديدا سنة 2500 قبل الميلاد وجدت الملكة كوبابا أو كوج باو بالسومرية، وهي الوحيدة في قائمة الملوك الرجال السومريين. يقال أنها كانت سيدة حانة لتقديم الشراب القديم، لذلك سميت بحارسة الحانة. وأغلب الروايات تؤكد أنها لم تكن من سلالة ملكية. وصلت العرش لأن معبد الآلهة السومرية أعجب بتقديمها للقرابين فعهد لها بالسيادة، وهذا ذكر في كتاب البحث عن الحكمة عند القدماء. ويؤكد المؤرخون أنها أول امرأة قادت جيشا في التاريخ وانتصرت على ملك ماري في سوريا. حكمت مدينة كيش في العراق بقوة وذكاء لمدة 100 عام، وتزوجت من الملك الكوتي هابلوم وخلفها ابنها بوزور سوين، وبعد موتها عرفت باسم الآلهة الحورية الأم. لا تنسى مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.